اسمي الحركي كمال قامشلو، اسمي الحقيقي مظفر سعيد الحجي، من قرية فلسطين الشرقية، مواليدي 1/1/1997. احنا من عيلة طبعا ضعيفة الحال، وكنا طبعا نشتغل. أبي كان يتنقل من قرية لقرية مشان الزراعة، واشتغلنا أكثر من قرية كنا نشتغل بالزراعة. أنا كنت درست من الصف الأول حتى الصف الثامن الإعدادي. تركت المدرسة عادين واشتغلت مع أبي لحتى عام 2010. كنا نشتغل فلاحين بالقرى طبعا، واشتغلنا أكثر. يعني كنت أساعده بالسقي وما السقي احنا نقول له. وانتقلنا أنا وأهلي على القامشلو على جمعاية لحتى نشتغل بالمزارع وما المزارع على بقار. أنا كنت أشتغل طبعا أكثر من شغل، بين معامل بلاستيك، بين كمان شغل لحالي، بين كمان كنت أنطر بنايات ضمن الحي تبعنا كنت أشتغل بيهم. صار عندي شغل بال 2014، كان عندي شغل بالقامشلو، ورحت على القامشلو يوميتها مسكني تبع الأمن العسكري بقامشلو، وسحبني على فوج كوكب بالحسك، فوج ال 121 بكوكب. قاضي خضعت الدورة، دورة عسكرية عند النظام لمدة 3 أشهر، غصبا عني يوميتها على الخدمة تبعتهم. خذونا فوتونا بالشرطة العسكرية يوميتها. كنا مشان التجمع ما كان في إعداد، ومشان الفوج وما الفوج وما كان في تعداد للتجمع. حطونا بالأمن العسكري بحي قويران. بحي قويران قاعدين هانينا إهانات من ناحية الضرب، من ناحية الشتل، من ناحية الألفاظ الفاينة اللي عندهم. وقت خذونا على الدورات كمان، بالدورات كنا ننسب طبعا من ناحية الأم، من ناحية الأخت. أنا شخصيا انسبيت بأمي وأختي، كانوا يضربونا، كانوا يلمونا بالساحة، ساحة التدريب. أنا شخصيا قالوا لي يعني كانوا يحطونا على عربة البي ام بي بالشرطة، يخلونا يحطونا على عربة البي ام بي بشمس تموز وآب، هالشمس الحارة. ووقت البي ام بي تكون حارة، والدبابة شلون تكون عليها حار، يحطونا على الدبابة يا تكفر، اللي يكفر أول واحد نعفيه، والما يكفر بده يظل معاقب. وقت نقول الله ربنا، يرجع يدوسونا بباطة العسكرية. داسوني بالبوط العسكري على رقبتي، ظليت تقريبا يمكن شهر رقبتي توجعني حرارة والجلد الحي. كانوا يعطونا رواتب 21,400 طبعا، وفي يعني تشكيلات رواتب يعني حسب الزيادات اللي كانت تجي من عندهم. يعني أنا كانت حالتي البيت ضعيفة. جاني مرة وإنه الساعة 12 بالليل وإنه يقول لي بدك تعطينا راتب، بدك تعطيني 10,000. قلت له سيدي أنا يعني وضع البيت بنوب ضعيف، وأنا كل شهر عم بستلم راتبي. يعني ما كنت لا أدخن ولا كنت أبعث الراتب مباشرة، تجيني أمي تستلم راتبي أو أبعث عليهم بعث. يا سيدي ما أقدر أعطي الراتب. أقول إذا ما بدك تعطي الراتب بدي أهينك. يا سيدي قال بدي أذبحك. ما حسيت على حالي غير اجتني دفرة بوطة عسكري على بطني. لما ضربني ظليت ساعة أريد بس النفس، ما أقدر أخذ النفس. بعدين قام يدوس على ثمي وعلى رقبتي وعلى راسي، وإنه يقول بدي أرفعك على القيادة. بقول كان يتعامل مع الإكراد. قلت له شو؟ قال بدي أقول أنت عميل للإكراد تبع الفوج. اجى شافني وراح خبر الرفاق تبعنا تبع سيرة الاستطلاع، كنت بسيرة الاستطلاع أنا. اجى خبرهم، كان معانا مساعدية ما مساعدية، اجوا وقالوا شوفي، قال بيتعامل عميل ومع عميل. قال يا سيدي مو قصة عميل ومع عميل، قول إنه بدك مصاري منه، وقول بدك شيء منه، بس لا تقول عميل. يعني إحنا نعرفه مو عميل، صار له تقريبا صار له 2 سنين وشوي معانا، مستحيل يطلع عميل. آخر شيء وقت راح معصب اجوني تبع العناصر معانا، قالوا شوفي، قلت والله مشان الراتب. وسبني بأمي وسبني بأختي، وما عدا كان يكب علي مية في أرض محروقة كانت فيها سماد، كان يكب علي مية وروح ادعكل بيها يمين وشمال واقلب على راسك، كله مشان 10,000 ليرة. يقول بدكم تطونه وقصبا عنكم، إذا ما تطونه والمسبات طبعا على جنب. بعد معارك طبعا خان طومان ب 2014 بخان طومان يوميتها، بعد ما خضعنا للدورة على خان طومان بحلب.
ظلينا 6 اشهر تقريبا قادي. رجعنا من خان طومان، جابونا اخذونا على فوج ال 47 بدير الزور. بال 2015 بالشهر الخامس انقلونا من الدير، جابونا على الحسكه، قالوا في معارك الحسكه صارت. ومن المدينه عاد جابونا قالوا بدكم تظلون عاد بالفوج. وبقينا بالفوج عاد. رجعنا خضعنا لدوره تدريبيه كمان بالفوج. رجعنا مشان اعاده تاهيل وكمان الفرز السرايه. بالحسكه عاد كنا ناكل نشبع بهادل بالمسبات بالام وبالاخت واهانات، وما عدا بدهم يشلحونا مصارينا غصبا عنه. بال 2016 الشهر 12 15 12 2016 نزلت يوميتي من الفوج ورجعت على البيت عاديا، وتركت. قلت لاهلي والله بدي اترك الجيش. طبعا اهلي ناقشوني قالوا ليش؟ قلت لهم هيك القصه، من ناحيه الاهانات، من ناحيه المسبات، من ناحيه الضرب. شوفتهم جسمي شلون كان لسه على حجر بقايه الزفت تبع الفوج، شلون معبي جسمي تعبايه. وقالوا لي عاد لا عاد تروح. كان في عندنا طبعا في عندي اصدقاء كانوا كمان مع الرفاق، من ضمن الرفاق كانوا يحكوا لي عن الروح الرفاقيه بين الرفاق، وعن فكر القائد، وعن الروح الرفاقيه، وعن الرفيقات. صار عندي محبه وصار عندي تطلع اني انضم للرفاق وانضم للقوات السوريه الديمقراطيه. حكيت، خبرت لامي وخبرت لابي، قلت لهم والله انا بدي انضم، وتشجيع من اهلي انضميت للرفاق. بال 2017 بالشهر الخامس كان في عندنا رفاق اعرفهم كمان من اصدقائي كانوا بالطابور. جيت قلت لهم بدي اتطوع معاكم. قالوا تمام، وانطوعت كمان. خذوني يومية الرفاق دورة سياسية بتل معروف. خضعت الدورة السياسية لمدة شهر ونص. تعلمنا، صار عندي تطلع أكثر من ناحية الدروس السياسية، من ناحية حقيقة القيادة، من ناحية أهمية التدريب، من ناحية فكر القائد، تأسيس الحزب، حقوق المرأة. يعني صار عندي أفكار كثيرة ما كنا نعرف قبل شو هي الحزب، شو هو المرأة. يعني ما كنا نعرف أبدا، لحتى تعلمت أكثر بهالدورة هاي. الفرق عند النظام والفرق عند الرفاق، الفرق كبير بين النظام وبين الرفاق. يعني عند النظام السوري قلتها ما كنا نقدر نحكي، ما كنا نقدر نتنفس بالإهانات، بالمسبات، بالسلطوية، بالعنف. يعني إذا كان شق عريف ما معاه يمكن تاسع مخلص تاسع واسمه عريف عندهم، ما كنا نقدر نسترجي معاه ونحكي، ما كنا نقدر نطلع عليه. إذا نطلع مجرد تطليع عليه كان مباشرة يسحبنا، تعال يا اشلح بالشرط ويدوس علينا ويهيننا ويعاقبنا. الدروس اللي كنا نشارك فيها أكثر شيء وصار عندنا تطلعات عليها حقيقة القائد، ولادة القائد. يعني صار عندنا، يعني كنا نشارك مو أنا وكثير الرفاق، يعني كان صار عندنا تطلع نتعرف على أكثر على حقيقة القائد، أهمية التدريب، المرأة. يعني كانوا أحيانا يعطونا دروس عن المرأة، يعني شلون المرأة نص المجتمع، شلون المرأة، حرية المرأة، حقوق المرأة. يعني هالدروس هذا كنا والله ما كنا نعرفهن، ما كنا نطلع عليهن، ما كنا نعرف. كانت المرأة عندنا مجرد بالبيت، ما تتحرك، ما تقدر تتنفس، ما تقدر تحكي كلمة. كله كان أيام نظام البعث، يعني المرأة شغلتها بس بالبيت. إذا تطلع برا الطريق، يعني إذا تطلع طلعة أو تحكي حكي، يعني كنا يمكن نضربها، كنا يمكن نهينها، يعني من ناحية أختي ولا غيرها. بدروس المرأة وحرية المرأة وتطلع المرأة وشلون كان عندنا، يعني تعلمنا كثير وصار عندنا تطلعات. يعني انفتحت أفكارنا وانفتحت عقولنا على حرية المرأة وشلون صارت. يعني أنا شخصيا من 2021 أنا ضميت أختي للرفاق. ضميت أول شيء لوحدات حماية المرأة يبجى قوات البرك، بعدين انضمت هسه مع الرفاق الكوادر. صارت تقريبا يمكن 3 سنين وشوي مع الرفاق. من ناحية أبي ومن ناحية أمي ومن ناحية أهلي بالعكس مبسوطين ومفتخرين إنها معهن. وقت كانوا يحكوا مع أهلي بالعكس أهلي صار عندهم تطلع أكثر وصار عندهم يعني شجاعة أكثر. يعني هلا أمي تقول أختي الصغيرة
عمرها 11 سنه، تقول اذا بس تكبر بدي كمان اطوعها مع الرفيقات. انضميت لطابور الشهيد منذر بال 2017 الشهر الخامس. بعد ما خضعت الدوره الشهر الثامن خذونا الرفاق على حمله الرقه. كنا بالمشفى، المشفى الوطني والملعب الاسود. اول حمله فتناها كنا شو اسمه بالمشفى. المشفى كنا نواجه صعوبات من ناحيه الحمله، من ناحيه القامهم. يعني كنا ناخذ احتياطاتنا من اي خطوه كنا ندعسها على الارض. كنا نحسب حساب اذا بدنا نحط رجلنا على الارض على شنو حاطين على شو بدنا ندوس، اذا لقم ولا غير القام. صارت قوات، جتنا قوات تبديل، جتنا قوات التبديل ونزلنا يوميتها اجازه. رجعنا من حملة الرقة ونزلنا إجازة، تقريبا نزلونا 10 أيام. كان طبعا في نقاش من ناحية أصدقائي أهل الحي، كانوا يسألون معارككم وشلون. كنت أحكي لهم عن حقيقة الرفاق وفكر الرفاق وشلون كانت الحملة وشلون كنا إحنا طبعا أصحاب الأرض. يعني إحنا أصحاب عم نحرر منطقتنا، يعني إحنا هذه أرضنا وعرضنا. وكنا نحكي لهم طبعا عن شغلات كثيرة من ناحية رفاقنا والروح الرفاقية بين الرفاق. يعني صارت انضمامات كثيرة. يعني أنا شخصيا طوعت يعني أكثر من 25 رفيقة، الوحدات حماية المرأة، باليبجة، الرفيقات مكافحة الإرهاب، قواتيات. تاريخ الحملة الثانية بلشت بالشهر الثالث بشهر بآذار. جتنا أوامر بالمشي على الحملة، وكانت عندنا يعني طبعا كنا مبسوطين بالمشي على الحملة. ومشينا طبعا يوميتها على حملة دير الزور على قرية البو حمام. بلشنا يعني فتنا على البو حمام، دخلنا على البو حمام. يعني كانت المنطقة ما فيها أي يعني ما كنا نشوف دواعش بالنهار، ما كنا نشوفهم أبدا. بالليل يعني إحنا على الحرس، إحنا قاعدين ما أعرف منين يطلعونا، منين يطلعوا هالدواعش. ودخلنا عاد يوميتها عليهم، قدرنا نقطع خطوط الجبهة عليهم، انه مشان اي دخول ما دخول. وفاتت قواتنا يوميتها خلال يمكن يومين او ثلاثه قدرنا نسيطر على البو حمام بشكل عام. خضعنا الدورة مشان كمان إعادة تأهيل وتدريب من ناحية الفكر السياسي والعسكري. خضعنا للدورة، الدورة كانت مدة 45 يوم، كانت بالحسكة. يعني عندنا تعلمنا كثير من ناحية الأسلحة، أعطونا على أسلحة كثير تعلمنا عليها، من ناحية القناص، من ناحية السلاح الثقيل 14 ونص 23، القاذف RPG، البيكسي، القناص. علمونا على هدول الأسلحة، وصارت عندنا خبرة وتطلعات عليها أكثر. من الدورة رجعنا استراحة يوميتها كمان على الفوج. وبعد الفوج فتنا كمان رجعنا حررنا تحرير الباغوز، وشاركنا يوميتها بحملة تحرير الباغوز. يعني أعداد كثيرة من ناحيتهم هم، يعني كانت في أعداد كبيرة من ناحية سلاحهم، من ناحية تعدادهم هم. بس كانت في طبعا عندنا إرادة وشجاعة. وقت كنا يعني في رفاق من عندنا
باول الحمله وعلى نص الحمله، من ناحيه الغانهم، من القابهم، من ناحيه مفخخاتهم. وقت كانوا يبعثون علينا كانوا يستشهدون رفاق من عندنا. وقت كنا نشوف الرفاق اللي يستشهدون كنا نزعل عليهم، وبنفس الوقت صارت عندنا حماس انه بدنا ننتقم، بدنا ناخذ بروح رفيق، بدنا ناخذ بثار دم الرفيق. يعني كنا وقت نشوف سلاح الرفيق، نشوف الرفيق يستشهد، نشوف سلاحه مباشرة نحط سلاحنا على جنب وبدنا ناخذ سلاح الرفيق، بدنا ننتقم بهالسلاح هذا، بدنا ناخذ حق، بدنا ناخذ ننتقم. رفيقات اليبجة كمان كذلك الأمر. يعني كنا نستمد قوتنا وشجاعتنا كمان من عندهن. صحيح كانت في عندنا قوة، بس وقت نشوف رفيقة معانا كنا يعني يصير عندنا حماس وقوة، بدنا نقاتل، بدنا نحرر. يعني حرر فتنا بكذا منطقة بالباغوس، من بيناتهم كانت مخيماتهم، كانوا في مخيمات لإلهم، كانوا في أسرى من عوائلهم، واجهنا شوي صعوبات بيها. كانوا في مدنيين ما لهم شغل، كانوا ماسكينهم كدروع بشرية بيناتهم، وقدرنا نحررهم. أطفال أو نساء أو ختايرة أو حتى يعني حتى الحيوانات ما كانوا يفرقوا بيناتهم يضربوهن. يعني كانت دولة إرهابية ودولة احتلال وإرهاب، يعني ما عندهم من ناحية حقوق، يعني انتهاكات جسيمة وجرائمهم يعني الأبشع ما تتصور العقول البشرية. كان في عندنا أعداد من الجرحى مشان حياة المدنيين. اجتنا أوامر بالانسحاب، طبعا جتنا أوامر بالانسحاب، انسحبنا. من ناحية قواتنا، قوات قامشلو كطابورنا احنا، كطابور الشهيد منذر، احنا كقوات قامشلو ما حدا من رفاقنا انسحب. وقت انسحبنا بعد المدينة ب3 كيلومتر قلنا ما راح ننسحب. قالوا ليش؟ قلنا ما راح ننسحب، بدنا نثبت نقاط حماية. ناقشنا مع الرفاق، طبعا الرفاق قالوا اهلا وسهلا، اذا بدكم ما عندنا اي مانع. طبعا سلاح اعطونا، ذخيرة، اكل، شرب، ومسكنا بكل قرية في اكثر من نقطة كانت. بقينا بقرية بيرنوح تبعد عن راس العين 3 كيلومتر. بقينا اول يوم، ثاني يوم، نهارين كنا قاعدين نتناقش انا ورفاقي. فجأة اشتغل، ما حسينا غير ضربنا صاروخ. وضربت الصاروخ انا فقدت الوعي لبعد تقريبا 10 دقائق لحتى صحصحت على حالي. بس وقت صحصحت لقيت كنا 4 رفاق. كان في عندنا رفيق شهيد مضروب براسه، في رفيق جريح كانت فتحت بطنه فتح، رجله انقطعت. الرفيق الثالث كانت إصابات خفيفة، أنا كانت إصابات خفيفة. بعد ما سحبنا الرفاق بعدنا عن مكان الضربة، يعني بعدنا عن بعضنا. أنا كمان قعدت بجنب بيت مدني، أو قعدتي بالبيت المدني لسه ما قعدت، ما حسيت كمان بالصاروخ. عرفت الصاروخ جاء علي، جيت تريد أقوم ما عاد أقدر أقوم. فجأة ما حسيت غير صوت الضربة، وأعرف حالي، حسيت على حالي وقت اخترت 3 أمتار للسماء ونزلت على الأرض. بنزلت بعد أحس على حالي أنا صاحي على حالي بالضربة، بس إنه ما أقدر أتحرك، أو شنو هي إصابتي، شنو ضربتي ما بعرف. قاعد على بجنب شجرة، جانا صاروخ طبعا من وراي، طق الصاروخ ضربني براسي وبالنخاع الشوكي، وصار معي ضعف عصبي بشكل عام طبعا. وهلا معي ضعف بالقسم اليسار من ناحية إيدي هذه ومن ناحية الرجل. لحتى سحفونا الرفاق على مشفى الشهيد السارية بالحسكة. بالمشفى قالوا لنا بعد التصوير طبعا، قالوا لنا صار معك شلل رباعي. قلت شو هو الشلل؟ قال شلل انك ما تقدر تتحرك ابدا. وبقيت بالمشفى 15 يوم تحت الغيبوبة، ما احس على حالي. بعد الغيبوبة صحيت على حالي شويونة، صرت احكي مع الدكتور بيقول لي اذا بعد من هون للسنة اذا تقدر تحرك ايدك او تحرك اصبع من اصابع يدينك يمكن تقدر تمشي. والله بقي وظلينا بالمشفى، مشفى السارية ظليت شهر. بعد مشفى السارية
رجعوا حالوني الرفاق على بيت الجرحى بالقامشلو. بيت الجرحى بالقامشلو جابوني مشلول خالص، بس من ناحيه معنويات الرفاق وتشجيعات الرفيقات اليبجه، يعني كانوا يجوا علي اكثر من رفيقه من اليبجه ومن رفاقنا، هم اللي يعطوني المعنويات ويعطوني الشجاعه. يعني ما كنت اقدر اتحرك، انا شخصيا ما كنت اقدر اتحرك، كنت قاطع عملي انه يمكن مستحيل اقدر انا هالشخص انه اقدر ارجع مثل قبل. كنت وقت اطلع على شخص يمشي او يركض وانا متسطع بعتقد يمكن كنت احسده، بس اجتني الرفيقات والرفاق والله هن اللي اعطوني معنويات وهن اللي اعطوني شجاعه وخلوني يمكن ما بيها 15 يوم صرت اقدر احرك القسم اليسار ايدي ورجلي. يعني أنا تفاجأت مني لحالي، أمي قالت لي يمكن هاي معجزة صارت، وأنا يمكن قلت معجزة، إنه شلون قال لي بسنة ما تقدر تتحرك وأنا شلون ب 15 يوم تتحركت، بس قلت لهم كلها معنويات وإرادة الرفاق وتشجيعهم علي. في رفيقة من القامشلو كانت تجي ما قطعتني أبدا، يوميا كانت تجيني، هي اللي أعطتني الشجاعة وأعطتني المعنويات، ورفاقنا طبعا الكوادر كمان، وقدرنا نتحرك والحمد لله لحتى وصلنا إصابتي طبعا بضعف بالعصب، ضعف بعصب القسم اليسار، يعني من ناحيه البرد ومن ناحيه الشتاء، يعني ما اقدر اشتغل فيهم بنوبه، واذا فيني اشتغل ما فيني اقدر اشيل فيهم طبعا الشيء ثقيل، بس من ناحيه الدفء او من ناحيه الدفء او الشمس تكون ايدي ولا كانها مصابه ابدا، ولا احس انها مصابه ابدا. يعني وكمان عم بخضع الفيزيائي كمان شوي حسني، يعني كنت قبل رجلي اذا اتركها 5 دقائق فورا تصير ترجف وتتعب، بس هلا من ناحيه الفيزيائي لا شوي كويسه. اول ما تصاوبت او سمعت امي وابي صبعوا باصابتي جوني على المشفى. طبعا اول شيء خبروه اني طبعا كنت على اساس انه شهيد. لما اجتني امي قالت لي شو فيك؟ انا طبعا ما كنت اعرف شو اصابتي، كنت اقول لها شو اصابتي؟ تقول لي لا ما فيك شيء. قلت كيف ما في شيء بتتحرك؟ تقول لي لا بس الطيب لا تخاف اصابتك كلها خفيفه. قلت شو هي اصابتي؟ امي كانت تشجعني تقول لي لا تخاف اصابتك خفيفه، اصابتك هنيه تحمد ربك انه ما في شيء. كنت اقول لها شو الاصابه؟ تقول لي بالعكس ما في كل شيء. يعني كانت تجيني تشجيعات ومعنويات من اهلي ومن رفاقي. رفاقي الجرحى كانوا رفاقي بالقوات العسكريه اللي كانوا معي بالحمله واللي كانوا معي بالطابور، كانوا يجوني وقت يجوني يشجعوني ويضحكون ويمزحون ويضحكون، وانا كنت متسطع طبعا، كنت بين متفائل وبين حزين انه انا ليش هيك وليش صار فيني.
كانوا يشجعوني، كنت بالمزح وبالضحك كنت انسى اصابتي وش هي اصابتي. وقلت للقائد انه راح كنا على فكر وفلسفه القائد وراح نكمل بهالحياه وما راح نستسلم. واذا يمكن نحن اجسادنا قطعه من جسدنا راحت بس فكرنا شغال وراح نكمل لتحقيق اراده الشعوب وشعوب شمال وشرق سوريا عامه والعالم خاصه. ونعاهد القائد انه راح نكمل على هالطريق وما راح نستسلم ابدا. طبعا بعد نقاش من رفاقنا بعثونا على اكاديميه الشهيد دشتي بالرقه ورحنا مشان دوره سياسيه كانت قادي. الدوره كانوا رفاق كلها مصابين، يعني كنا الدوره استمرت 45 يوم كمان. بالدوره كان في من رفاق في منهم فاقد عينه، في منهم فاقد رجلينه، في منهم فاقد ايدينه، يعني كل رفيق كان فاقد قطعه من جسمه. يعني وقت رفيق نشوف رفيق، يعني كنا اليوم اذا اشوف انا كشخصيه عندي قسم اليسار اشوفه ضعيف يمكن تنكسر معنوياتي، كانت مقصود يعني ما كان يعني كانت عندي ارادتي يمكن شوي ضعيفه. كانوا الرفاق يشجعوني انه دحق يقول لي شوف شلون انا ايدي مقطوعه. يعني انا كنت اقول له اذا هو كذلك كمان كان يقول لي دحق رفيق الثاني ايده مقطوعه، كمان كان يمكن ارادته شوي كانت يعني رفيق كان يشيل رفيق ورفيق كان يساعد رفيق، يعني كل رفيق كان يقول اذا انت مقطوع ايدك دحق انا كمان. يعني كانت عندنا يعني حماس تشجيع لبعضنا، كانت عندنا يعني ما كنا نقول انه نحن مصابين، نحن مصابين جسد بس مو مصابين فكر. وعاهد رفاقنا الجرحى وقواتنا العسكريه وشعوبنا وشعبنا بالشمال وشرق سوريا عامه انه راح كمل على هالطريق وما راح نوقف ابدا. وهربجي صاروخ ابا.